صلى الله عليه وسلم وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المصبه وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المصبه كان جابه وليس بوالد وليس بمولود وليس جنان انتان ربي جيني وليس الله انتان بمولود لا تمان تان جيبو وليس نلنتان جي بوالد خلال لنتان جي وليس له شبه وليس له سافنتان شبه فكيني سافنتان شبه هذا شبه شبه وليس له شبه تعالى المصبه شبه فكات فكين سافنتان جدوبا تعالى المسبح تعالى جنان قلته المصبه إني قل ليفماته قلته جرى جدوبا هذا البيت مأخوذ من قول الله تعالى ومتضمنة معنى سورة الإخلاص هيا مأخوذ من قول الله تعالى في سورة الإخلاص قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد تضمنت معنى سورة الإخلاص كلها هيا أكن جيتشود وليس له شبه فكاثر في الجروج آية والقرآن سورة أما معنى سورة تعدل ثلث القرآن تضمنت معنى سورة تعدل سورة ثلث القرآن معنى ثلث القرآن بكيس قبض آية سورة ثلث القرآن بكيس قبض سمت أنفت معنى سني بكيس قبض بيتين قرآن ربي هم ثلاثة أقسام تدفوناتي إما توحيد تكا توحيد وإما أوامر ونواهن أججا في الأور كادا فالمامي وإما أخبار عن الرسل والأمم الماضية أضيفنو أدو إرغولي دبرت الراتاتي في أمة دبرت والماضي والمستقبل والجنة والنار سوران اسم الأول يجي توحيد أفتاتي جدوبا أكنامرة سوران قسم الأول وهو الإخبار عن الله جل وعلا في التوحيد ولذلك صارت تعدل ثلث القرآن في الفضل لأنها خلصت بتوحيد الله هذا وجه تسميتها بسورة الإخلاص يعني نيفو يصير توحيد ربي تقول كل يفهمتنا في يجودا كنامرة وفيها نفي وإثبات بيت انت نما إثبات نقبدي إثبات نقبدي إثبات نقبدتون تضمين أيوة ملء وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المصبه تم بيتين نفي كفر جرت ملء شبير نفي رقبت ملء إثباتا قبت قروا سلسلة سوران إخلاص إثباتا قبت وفيها نفي وإثبات نفي النقائص لله وإثبات الكمالات لله قل هو الله أحد أحد يمان إثبات أمي أيوة. الله الصمد صمد يمان إثبات أمي لم يلد نفي لها ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد تنانغن مرت كل وان سورة إخلاصا خيسا قبچو دنديسيري جيمتا قرى قبت بلي كل وان إخلاصا خيس سورة الإخلاص خيسا قبچو دندينيه مالي وجه لالته قوتو قبت ينو هيا إثبات كمال الدين ها كمال الدين ايه إثبات كمال الدين وجه لالته إثبات كمال الدين وجه ليس بمولود جتون واتكتنا جم جتون يعني أن وعد الله شريك له في ربوبيته ولا أولويته جنام يقطن لم يلد ليس له ولد فهو سبحانه منزه عن الولد هذا رد على الذين أثبتوا الولد لله ومن نصارى حيث قالوا المسيح ابن الله ورد على اليهود الذين قالوا عزير ابن الله ورد على المشركين الذين قالوا الملائكة بنات الله جن ورهان الرد دا يجو
وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان جعلوا له من عباده جزءا لأن الولد جزء من الوالدين فهم شبهوا الله عز وجل بالمخلوقين وجعلوا له الولد هو منزه عنه هيا دا جدو بيا بليسو وقوله تعالى لم يلد نفي للبداية ولم يكن له كفوا أحد الكفوة الشبيه والمثل معنى سورة إخلاصة واي نفي خيستي واي تنزيه خيستي قوتو معنى إخلاصة قبتي جرتي يجو معنى إخلاصة قبتي جرتي واي تنزيه خيستي وأما من جهة الإثبات فلم تضمنه هيا راجوا وقد ينكر الجهمي وقد ينكر الجامي إذا هذا وعندنا وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح بمصداق ما قلنا حديث مصرح رواه جرير عن مقال محمد رواه جرير عن مقال محمد فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح وقد ينكر الجامي هذا وعندنا وقد ينكر الجامي هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح بمصداق ما قلنا حديث مصرح رواه جرير عن مقال وقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح وقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح وقد ينكر تكيني انكارا الجهمي جاميان هذا رؤيا ربي في الآخرة ولا مستند له في ذلك دليلة قمن انكاره وعندنا نتمون بردي بمصداق ما قلنا بمصداق دقونسو ما قلنا وان جنيتيف حديث مصرح حديث إبسامات هجر حديث مصرح حديث مصرح جنة مخلصات هجر رواه جرير حديث مصرح حديث إبسات هجر جدوبا رواه جرير خن جرير ديسه مقال محمد جبريل بن عبد الله البجلين كوديسه من جملة الراوي من الصحابة وإلا فقد رواه غير من الصحابة أما قال محمد جنا يرويه أما قال محمد عن قول محمد جج محمد الراودي سالتين فقل جي مثل ما قد قال فكي والرسول جي ذاك تنجح في ذاك أركى ربي غيثة تنجون أن نجاد باتا جدوبا أيادا مالف لأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وقد ينكر الجهمي أكن جدوبا سلابيتين تلال واي رؤياتي في سيتنا ولي عن سورة قبا ترلا وقد ينكر الجامي هذا وعندنا تنا تدران خلنا ولا وقل يتجلى الله للخلق جارة كما البدر لا يخفى وربك أوضه جئيس لا وقد ينكر الجامي جئ وليس بمولود وليس بوالدني وقد ينكر الجامي أيد يمينه وكلتا يديه بالفواضح تنفوت أنا بودرس لعام فتي غاري دجيو مالي فقط تجلي ربي في هيا رؤيا ربي تو ولي وانجرتو يجترو يا دغاهي طلع وقد ينكر الجهمي أيضا وقد ينكر سبحان الله